بمشاركة عدد من المؤسسات التي تعنى بثقافة المرأة والطفل وعدد من الفنانين، أقامت مديرية رعاية المرأة والطفل في مؤسسة شهيد المحراب معرضها السنوي الثاني، وذلك بهدف إبراز مواهب المشاركين في المعرض. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد المنعم الأسدي. للسنة الثانية على التوالي تقيم مديرية رعاية المرأة والطفل في مؤسسة شهيد المحراب معرضها الفني السنوي لإبراز المواهب الفنية والإبداعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة النجف الأشرف. تميز هذا العام المعرض بالتنوع والمشاركات العديدة أوسع من العام الماضي، حيث شاركت فيه العديد من المؤسسات والمنظمات، مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني عاملة في نشاط المرأة والطفل والفن والفنانين، ومشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات. القائمون على هذا المعرض أكدوا أيضا أن احتضان الطاقات الواعدة للفنانين والفنانات هو الهدف الأساس من إقامة هذا المعرض. طبيعة مشاركتي كانت بالأعمال الرسم والأشغال اليدوية والخط، كلها يعني والبعض منها أيضا مستخدمة بها مواد عديدة خامات مختلفة، وأيضا الخط كان بمناسبة ولادة الزهراء عليه السلام. شاركت في هذا المعرض للسنة الثانية. شاركت بعدة أعمال، منها أعمال خط، أعمال رسم بالألوان الزيتية، أعمال رسوم كاريكاتيرية، أشغال يدوية. هيك معارض أو هيك يعني معارض تساعدنا على يعني إبراز مواهبنا أو تشجيعنا للرسم. في بداية حضوري لهذا المعرض أنه وصلتني دعوة من إحدى الفنانات وحضرت هذا المعرض وتجولت به، أنه لاحظت اللوحات متعددة بها تقنيات متعددة مثل الرسم، الخط، الأشغال اليدوية، وبصراحة عجبتني هذه اللوحات وأتمنى لهم التوفيق والتألق إن شاء الله دائما. اتساع حجم المشاركة في المعرض تدلل على التفاعل المجتمعي لحالة الإبداع الفني والثقافي. طبعا هذا المعرض يضم مجهودات شخصية للأخوة الفنانين والأخوات الفنانات أيضا، إضافة إلى ذلك شاركت مديريتنا بهذا المعرض لتبيان مجهودات وتبيان نشاطات وفعاليات وإنجازات مديرية الزراعة للأخوة الزائرين، كون هذه المجهودات هي خاصة بمحافظة النجف الأشرف وضمن برنامج فعاليات الخدمة الإرشادية التابعة لوزارة الزراعة العراقية. أما بالنسبة لمشاركتنا في هذا المعرض، هي كانت احنا دائرة ثقافية، حبينا أن يكون الكتاب والمطبوع موجود به. من خلال المطبوع عندنا رسالة إلى كل الأسر وإلى كل الأطفال أنه أكو داخل هذا المطبوع أنه ممكن الطفل يتعلم كيفية صناعة الأعمال اليدوية وكيفية بالإمكانيات المتاحة. جدير ذكره أن النجف الأشرف تشهد هذه الفترة حركة ثقافية وفنية نشطة تتزامن مع التوجه العام لإظهار الإبداع والمبدعين وبما يليق بهذه المدينة المقدسة. من النجف الأشرف، عبد المنعم الأسدي، قناة العراقية الثانية.